5 ولا 10 سنوات الأخيرة ظهر بشكل غريب. صحيح. الشتم صار يعني كأنه مباح. صحيح. ال 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 إنه أنا أنتقدك بأسلوب ساخر سيء جدا. نعم. مباح. شتم العنصري صار مباح. الشتم العادي صار كله صار مباح. أنا أتكلم بأمانة، أنا ما أتكلم ما أخص مدرج، أنا أخص كل بشكل عام. المدرجات. بشكل عام كل المدرجات، وغالبا أنا أكلمك بأمانة المدرجات الأربع الأندية الكبار هي اللي فيها التعصب مشدود. هي التعصب القوي الشد. فيها ضد بعض، إن كان الهلال أو الاتحاد أو الأهلي أو النصر. طب صالح، انا بامانه، احنا زميلتنا امينه عبد الكريم المخرجه وايمان السهيمي المعده جهزوا مقطع فيديو، احنا حنشوف المقطع الفيديو هذا الان ونرجع نعلق عليه. خلينا نشوفه. اباك انت اول شيء تعلق عليه بعدين حمدان يعلق عليه. اتفضل امينه اذا كان المقطع جاهز نشاهده الان مع الساده المشاهدين ومع صالح القلقرني رئيس رابطه جمهور الاتحاد وحمدان المغربي عضو الرابطه. الصوت. هذه الامور اصلا يعني ما تتحكم في نفسك يعني. هي بعض الاحيان الواحد يخرج عن طوره من فرح. البكا هي بكا فرح يا حزن، بس هذا بكا فرح من العشق. فاي طبعا. واحد من عشاق الاتحاد حمدان، ومن الصوت المميز في المدرج، وصراحه ربنا يديه الصحه والعافيه. حيكون ان شاء الله القائد القادم لهذا المدرج الاتحاد باذن الله تعالى. حمدان، والله ما يعني ايش اللي حصل وقتها؟ صراحة أنا جمهور الاتحاد يعني الجمهور حق الاتحاد هو اللي خلاني زي كذا يعني. هي المشاعر هي اللي كانت يعني تتحكم فيها. يعني ما حد يعني يحس في الموقف ذا إلا لما يكون واحد يعني هو ماسك المايك وزي جمهور الاتحاد. يعني شفت جمهور الاتحاد ودرجة ثانية واقفة وبيهتفوا كلهم وفرحة غير طبيعية يعني. مع العشق ولا ايش نسوي يعني. طيب ابو تركي، نرجع للمحور الحديث الاولاني لانه ممكن التعصب اصبح في الانديه الاربعه الكبار هو اللي طاغي كما ذكرت. من زمان هو الطاغي، هو السائد. بس في الاونه الاخيره اصبح يعني انا قلت لك ساخن جدا في العشر سنوات الاخيره. اول شيء الاعلام له دور كبير. الاعلام بكل ان كان اعلام مقروء او مشاهد او مسموع، هذا الاعلام لو ما كان متشنج كان تلاقي المدرج مش متشنج هادئ. بس انا اجي اتفرج كمشجع اتحادي اشوف الاعلام الاتحادي متهيج ضد الاهلي او ضد الهلال، وايد انه انا اشتم او انا اعمل، او قال هو لو ما هو قال كذا ما قال كذا. يا اخي طيب هذا الخطا لازم اقول خطا، ان كان من مدرجي او مدرج الخصم لازم اقول خطا. لكن بعض الاعلاميين يبرر انه جمهوره عمل شتيمه وتغرم انه هذاك استفزه. يا اخي قول انت غلطان عشان يحس مشجعك انه هو غلط بس، انما هذاك استفزك صح هو غلطان برضه في كل الاحوال. لكن انت لازم تعترف انه في غلط صار. الاعلامي يطلع في هذا ينكر انه في خطا، هذا اللي يزود وتيره التعصب. ايوه، ويخلي المشجع يقول لك صح هو كلامه، هم لو ما استفزوني انا ما شتمت. طيب انت ليه ما تقول انه مدرجك غلطان؟ صحيح. هذا في الاونه الاخيره الاعلام سبب رئيسي صراحه. يعني ما انا ما احمل المدرج، لانه المدرج هذا قلت الاعلام يسير اشياء كثير
وانتم اعلاميين وفاهمين كلامي. صح. الاعلام يسير مش اشياء. كله يا صالح. لا لا لا، مش كل يسير الإعلام. كل شيء. لا الاعلام مو كل الاعلاميين، يعني هناك برضه لا لا، انا اقول لك إعلاميين يسير محايدين. يسير انا معك في يسير في التوجهات الخطا والصح. صح. انا ما وجهته على انه هو بس مخطئ، لا، حتى في الصح انا اتمنى يكون صح. طيب انا بس على سبيل بس حمدان، انا سعيد بوجودك طبعا حمدان مع الاستاذ صالح. الاستاذ صالح طبعا بيشيد بيك كثير جدا. انا خليني اسالك طبعا سؤال، انا حسمع منك حاجه الان طبعا، بس بسالك سؤال عن الاستعدادات. انتم كرابطه جمهور قبل كل مباراه، يا ريت كذا يعني تعكس للساده المشاهدين. والله زي أي مباراة، لكن طبعا هو بتكون يعني اي شيء في هذه الاستعدادات طبعا بتكون تحت يعني صالح القرني، هو اللي يعني بيوجه الشباب، يعني كاستعداد بيرتب معانا وكل حاجه يعني. فصراحه الله يعطيه العافيه ابو تركي، يعني بيقوم بادوار والله ما حد يعرفها، يعني ما حد الا اللي عايش معه او قاعد معه في نفس سنوات يخدم العميد. أيوة سنوات أيوة وسنوات ان شاء الله يا رب، الله يطول لنا في عمره. حمدان سمعنا حاجه كذا منك، نبي نسمع صوتك احنا. طيب نقول نمرنا يمشي ولا يتعب، ياكل القاصي مع الداني، يا لا 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 لا، قال للتلا تحداني، من تحدانا يجي يلعب، هذا للتلا تحداني، يا لا 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 لا، قال للتلا تحداني. جميل جدا جميل. صالح، تعبتوا من مشوار الشرايع؟ مشوار ايه؟ الشرايع. في زمان طلعنا اغنيه تعب لاجلك يهون. اي مكان يلعب فيه الاتحاد ما في تعب، صدقني اكلمك جد، انا بتكلم على الاتحاد. بس انت عارف معنا انما سؤال. موضوع ان نطلع مكه ونرجع كل مره دي كارثه. انت بس وصلك وانا عكست يعني في يوم من الايام احنا كنا نتكلم على 4 رغم انديه انه كبيره ما شاء الله تبارك الله الاتحاد جمهوره دائما ما شاء الله يجمل في اي ملعب. صحيح. بس انه كارثه انه سنتين انا ما العب على ارضي، على ملعبي في مدينتي يعني. انخفض ما في مستوى على الكرة. مستوى العالم فريق لعب برا ارضه سنتين. صحيح. سنتين. يعني حرام. اول مباراه كانت في جده، احنا كاعلاميين